والله العظيم مش عم نقدر نصدق. رونالدو خلال المقابله قال بعض لسانه عم يتعرض للخيانه باليونايتد هذا الموسم هذاك الموسم، والاقرب من هيك ما بيحترم مدربه. قال بعض لسانه ما بيحترم المدرب. انتوا عارفين شو يعني هذا الشيء اللي قدامكم؟ يعني رونالدو خلص انتهى مع اليونايتد. رونالدو شبه رسميا خارج اليونايتد خلص. لما يجي لاعب كرة قدم يقول عن مدربه انا ما بحترمك، فينا نقول انه هذا اللاعب شبه انتهى مع الفريق. طلعوا قدامكم شوفوا وينه دور طلع. هيدي هي المقابلة. والله رونالدو عم بيحكي كل الوقت من حارة قلبه، اقسم بالله. لو بتشوف رونالدو كيف عم يحكي بهالوقت طلع بعيونه بس، طلع قرب رجع لورا. والله مقابلة طويلة، خلينا نشوفها مع بعض ابرزها. شوفوا رد رونالدو على وين روني زميله السابق بالفريق. لا اعرف لماذا ينتقدني كثيرا، ربما لانه انهى مسيرته كروية مبكرا وانا لا زلت العب باعلى المستويات. لن اقل انني افضل منه، والذي هو امر صحيح قصف جبهات. شوفوا لي اخبار رونالدو والترند اللي هلا حاليا. شوفوا لحظه شوي طلعوا. والله معه حق، لم يتغير شيء. حمام السباحة، الجاكوزي، وحتى الصالة الرياضية كنت أعتقد أنني سأرى بنية تحتية وتقنيات جديدة. والله معه حق. طوروا له جاكوزي كنتوا. روق ما تصيح عم نمزح، خلينا نكمل مع بعض المقابلة. تصريح رونالدو خلال المقابلة من بعد خسارته ابنه الرضيع. لم أتوقع تصفيق جمهور ليفربول لدقيقة كاملة على التوالي، بينما فريقه اليونايتد لم يتعاطف معه على الإطلاق، ما دعمه بهيدا الوقت الصعب. نحن عم نقول لرونالدو قد ما تراجع مستواه من بعد خسارة ابنه، طلع فريقه اللي كبر معهم ورجع كرمالهم ما وقف معهم من بعد خسارة ابنه، بينما فريق الخصم اللي هو ليفربول كل الوقت دقيقة كاملة عم يزقف له. طبيعي العطشة تموت من جوا من بعد اللي صار، طبيعي العطشة تموت من جوا. رونالدو مش بس لازم يفل، رونالدو المفروض، مش حقول شو المفروض يعمل، بس هذا الزلمة أكبر من تاريخكم. يلي بيقول رونالدو والله غلط مع تنهاج بهالكلمتين على عدم احترامه، لا يا حبيبي، هاي هو النادي كله على بعضه يلي غلط مع رونالدو. اقسم بالله مصدوم بهالكلمتين اللي قالوا هلا حاليا. شو هالفريق هذا يلي بيتعامل مع اساطيره هيك بهالطريقه؟ اذا رونالدو ما قدروه خيانوه، شو تركتوا لغيره؟ خلص رونالدو لازم يخرج من النادي باسرع وقت، لانه هيك نادي حرام يكون هيك بالصوره موجود فيه.